طيب قلت لك في الفيديو اللي فات عن كل الاحداث الرياضيه تقريبا ولخصتها لك كلها في 3 دقائق. الفيديو ده جاي اكلمك بخصوص الاهلي والماتش النهارده. الراجل اللي جاي دخل فيته ايه، جاي منين ورايح فين، والدنيا رايحه فين وجايه منين مع الاهلي. طبعا الماتش بتاع النهارده ما يخليكش تحكم باي شكل من الاشكال، لا على طريقه اللعب ولا جبنا كام هدف ولا دخل فينا كام هدف. ما تحكمش على اي حاجه، لان الراجل اصلا مصرح لكابتن عادل مصطفى اللي هو المساعد بتاعه انت اللي هتسوق الماتش ده. يعني لسه جاي ما اعرفش حاجه، فانت سوق الماتش ده لحد ما ايه، ما نشوف دنيتنا ماشيه ازاي. فبشكل مختصر اللي سايق الماتش ده بتاع النهارده عادل مصطفى، مش الراجل. لا، الراجل واقف على الخط وكل حاجه، لكن كل الافكار كانت بتاع كابتن عادل مصطفى. حتى محمد شريف لما اتصاب النهارده الراجل راح بكل سلاسه لعادل مصطفى قال له هتعمل ايه؟ راح منزلين جراديشار. تمام. فدي نقطه لازم ناخد بالنا منها كويس جدا عشان بس ما نحكمش على الراجل. دي نقطه. تاني نقطه جاي اكلمك فيها، محمد هاني بيقدم موسم خرافي 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 يعني لحد بكره الصبح. يا جماعه ماشي بشكل كويس جدا مع المنتخب، ماشي بشكل كويس جدا مع الاهلي، عامل لحد دلوقتي 5 اسيستات. وده رقم محمد هاني تقريبا ما عملوش طول مسيرته، عامله في موسم واحد، فده رقم على فكره كويس جدا بالنسبه للباك رايت. ده كويس فشخ يعني. تمام. ده بالنسبه لمحمد هاني، زي ما انتقدناه كتير لازم نطلع ونديله حقه. لا، الراجل بصراحه مقدم موسم يعني يحترم. زيزو، بص ما ينفعش يتحرك من ناحيه اليمين يا جماعه. زيزو اقسم بالله تركيبته يمين، لازم تحطه وينج رايت. الراجل بيطلع لك ما من بقه في الوينج رايت، تيجي تمشيه توديه رقم 10 او توديه وينج ليفت او اي حته ثانيه. زيزو مش هيأدي. هو زيزو بيأدي في الهاف رايت وفي الوينج رايت، وان الله حليم 16. تريزيجيه، يعني بص، انت حلو في مركز 8، تكون ناحيه الشمال كده ورا اشرف بن شرقي، انت كده سكر وعسل. تخش بقى تقطع، تخش في تلعب تزاحم في الزون 14 كده، تخش تزاحم في قلب الملعب، تاخد الكره وتجري على الخط ما عنديش مشكله. واكرم واشرف بن شرقي يعمل معاك اوفرلاب برده ما عنديش اي مشكله. تعملوا سبعات في ثمانيات انا ما عنديش اي مشكله في ده، بس ما تروحش ناحيه الوينج، سيب الوينج لاشرف بن شرقي. تمام. يعني تريزيجيه حلو جدا في المنطقه دي، اتمنى الراجل اللي جاي يشوف تريزيجيه في المنطقه دي، ما جيش الماتش الجاي لا تريزيجيه بيلعب وينج ومريح اشرف بن شرقي. يعني احنا كده شكلنا حلو قوي. اي نعم، انت الاهداف النهارده ما جبتش غير هدف واحد ويعتبر هدف عكسي، لكن برضو زي ما قلت لك ما ينفعش نحكم على النهارده خالص. انت الماتش بتاع النهارده مش عايز منه غير انك تفوز، بس تلعب دور تمهيدي في دوري ابطال، لا اهداف بتفرق معاك ولا نقط ولا غيره. انت عايز تكسب الماتشين، وان الله حليم 16، مش بتفكر في اي حاجه. يعني لو كسبت وانا قاعد في الطياره انا تمام، ما عنديش مشكله. تمام. لكن الاداء بقى هنبدا نقيم الراجل ان شاء الله بعد ماتشين كمان، مش الماتش الجاي كمان، لان الراجل زي ما قلت لك في اول الفيديو الراجل لسه ما حطش بصمته. الراجل لسه لحد دلوقتي ماشي بفكر عادل مصطفى اللي هو كان ماشي بفكر عماد النحاس. تمام. فاتمنى نصبر على الراجل، ما نتسرعش في الحكم عليه، وان شاء الله الجاي خير، وان شاء الله نحقق كل البطولات الممكنه الموسم ده.